غير قول لي فين تلقى هاد الاجواء ديال العيد من غير المغرب؟ اجواء اللي كنتسناوها العام كامل باش نعيشوها غير جوج مرات. الفياق بكري وكنوجدوا ريوسنا جلابه ولا قندوره، المهم اللباس التقليدي. واجمل حاجه هي ملي كنبدا تسمع التكبيرات، الناس كلها غاديه لبلاصه وحده وبلا ما تفهم علاش كتلقى قلبك مرتاح. في المصلى كتكون واحد الاجواء اللي ما كتعاودش، الناس كيبداو يجيو بكري، رجال ونساء وولاد صغار، كل واحد فيهم لابس احسن ما عنده. كتسمع التكبيرات كتعلى من كل جهه اللي كتخليك تحس بان داك الهدوء الروحي كيهب المكان كامل. وملي كيسكت الامام كتوقف الناس كامله صفوف طويله متقاربه بدون اي فرق لتاديه صلاه العيد. مور ما كتسالي صلاه العيد كيبقى غير الامام خصو يذبح باش موراه الناس كامله توكل على الله. الناس اللي وهما راجعين لديورهم يسلموا على حبابهم وصحابهم، يباركوا لهم العواشر. كنرجعوا دابا للدار كنباركوا العواشر العائله الصغيره الكبيره. هذه من اهم لحظات نهار العيد. امور ما كنباركوا العواشر العائله حنا بعدا ما كنديروا الفطور حتى كنذبحوا، حيدوا عنا الشق الاول وديك الساعه كنجلسوا نتجمعوا. دابا اش خلوني نمشي نعاونهم. الراجل في كل دار مغربيه كيبدل هذا اللباس ويلبس لباس عادي اللي يقدر يتوسخ ولا اي حاجه. اخر ما غنقول لكم عيد مبارك سعيد، وما تنساش تباركوا ليا حتى انا.